تعرف ان بنتك او مراتك او اختك ممكن يكونوا شغالين في الدعارة ومن البيت وقدام عينك وانت ما تعرفش؟ طب انت عارفة ان انت شخصيا ممكن تكوني شغالة في الدعارة على مستوى العالم وانت ما تعرفيش؟ اسفة جدا على اللي هقوله في الحلقة دي، بس المرة دي احنا مش بنحكي حكايات، احنا بنحكي مقاسي حقيقية، والكلام اللي هيتحكى ده على لسان اصحابه وعن تجربة شخصية. الموضوع كله بيبدأ مسج لطيفة جدا على الفيسبوك او على الانستجرام او اي ابليكيشن او حتى على الميل بتاعك، عايزينك تعملي دعاية للبراند بتاعهم. طب وايه البراند ده؟ براند ملابس رياضية، سواريه، كاجوال، كلاسيك، كل حاجة، وبيكون مقابل جيفت وكوست، يعني هدية وسالري محترم او فلوس كويسة بالبلدي كده، وبيبعتولك فعلا اللينك ده لموقع الكتروني فعلا موجود لبراند ملابس، ولينك للانستجرام عليه عدد محترم جدا جدا من الفولورز، يعني الدنيا امان الامان، والبنت اللي متواصله معاك هو اكاونت حقيقي لبنت بالفعل، يعني كده مفيش اي شبهه. الخطوه الثانيه هي التواصل، بيطلبوا منك طبعا رقم التليفون عشان تبداوا تتواصلوا ويبعتوا لك الجيفت والهديه وتتفقوا على كل حاجه. واول ما بيتم التواصل بيكون عن طريق بنت تانية غير اللي اتواصلت معاكي، تقريبا صوتها بيكون في حدود من 20 ل 22 سنه، يعني بنوته صغيره، تبدا تكلمك على البراند بتاعهم اللي بيكون حاجه من الاثنين، يا اما هو براند عالمي يا اما براند لسه بيبدا لمجموعه من البنات، وكله بالجهود الذاتيه. ولما بتساليها طب وانتوا اتعرفتوا على بعض ازاي، بتقولك لا احنا كلنا اتعرفنا على بعض من السوشيال ميديا، وعلى فكره احنا لينا المقر بتاعنا غالبا بيكون في العلمين او في منطقه سياحيه، وانتوا فاهمين ليه طبعا. المهم بتتم المكالمه وبتكون كالاتي بتشرح لك فيها كل حاجه عن البراند، تقول لك احنا السالري بتاعنا تقريبا من $350 ل $500، والجيفت او الهديه بتكون في حدود 8 قطع من البراند بتاعنا. والحقيقه ان في العادي ولو حد شغال بلوجر او حاجه زي كده بيكون عارف كويس قوي ان انا اللي بحدد السالري بتاعي والجيفت بتكون ايه، لكن هم الحقيقه اللي اول ما بيكلموك بيقولوا الشروط بتاعتهم دي علشان السالري حلو جدا والجيفت حلوه جدا. احنا بنتكلم في $350 ل 500، يعني فرنج من 15 ل 25,000 جنيه، زائد هدايا بتعدي ل 10,000 جنيه، فطبعا مفيش حد بيرفض العرض ده. والمكالمه غالبا ما بتكونش الظهر، بتكون في حدود 12 بالليل، عشان البنت دي بتجس النبض وبتشوف الضحيه الجديده بتاعتها دي النظام بتاعها ايه. وسط الكلام كده بيتقال لك جمله ان السالري والجيفت دول ممكن يزيدوا على فكره على حسب الشيب بتاع الجسم. ركز لي في كلمه الشيب دي عشان هتسمعوها كتير طول الحلقه. شيب يعني شكل الجسم. الحقيقه ان برضو متعارف عليه ان الجيفت او السالري بيزيدوا على حسب عدد الفولورز او التفاعل، بس في الحاله دي هو مش ده المقياس بتاعهم، هم بيتارجتوا اي حد شكل جسمه مميز او مطلوب. نرجع تاني للبنت، هي بتجس النبض عشان تشوف البنت اللي قدامها هتقول لها ايه. بتبداوا بقى بعد كده تتنقلوا للمرحله الثانيه، وان انتوا تبداوا تتواصلوا عشان تعرفوا المقاسات وتختاروا الهديه اللي انتوا عايزينها. بتبعت لك غالبا حوالي 15 او 20 قطعه عشان تختاري منهم 8 او 9 قطع او 7. المهم بتبدا تسالك على المقاسات بتاعتك، وحاجه طبيعيه جدا بتبداي تقولي لها مقاس الوسط كذا، مقاس اللي مش عارفه ايه كذا، عشان تاخد المقاسات. فوهي بتسالك بتقولك طب هو شكل الشيب بتاعك ايه عشان ارشح لك الافضل. ده لو طبعا ما كنتيش انت سالتي السؤال ده. المهم بتبداي تقول لها والله انا رفيعه، انا تخينه، انا كيرفي، وتبدا من هنا تدخل في الحوار اللي هي عايزاه بالظبط. وبتقول لك هقول لك نصيحه بيني وبينك، انت شكل جسمك حلو جدا، او شكل الجسم بتاعك ده احنا بندفع فيه سالري اكتر بكتير. هقول لك نصيحه ان انت تطلبي تتواصلي مع صاحب البراند. طب وليه اتواصل مع صاحب البراند؟ لان هو هيرفع لك السالري بتاعك، لان شكل جسمك هو ده اللي احنا طالبينه بالظبط. فلما بتبداي تشكي او تحسي في حاجه مش مظبوطه، ايه ده هو انتوا مش كنتوا براند بنات بس وما كانش فيه اونر راجل والكلام ده، الكلام بيتغير. لو كنتي ناصحه يعني وقلت لها لا والله مش فارق معايا، هتبدا تغريكي تاني بالفلوس، وتروح قايله لك ايه على فكره السالري بيترفع بشكل غير طبيعي، يعني مثلا شكل جسمك ده بيكون في حدود من 1500 ل 2500 دولار. احسبها كده معايا هتلاقيها تقريبا احنا بنتكلم في 500 600 الف جنيه. ده ايه الحلاوه دي؟ يعني هصور واخد قطع وكمان اخد الفلوس دي كلها. تخيل انت بقى الاغراء. المهم
لو رفضتي برضو كنت ناصحه قوي وقلت لا خلينا نتعامل دلوقتي مع بعض لحد بس ما نعرف بعض، وبعد كده ابقى اكلم الاونر، هتلاقي اللهجه اتغيرت واسلوب كلام البنت على الواتساب اختلف تماما، وبقى في طريقه من التهكم وطريقه مش كويسه. عندك حل من الاثنين في الحاله دي، يا اما تخلعي يا اما ترجعي تسالي تاني وتتكلمي. لو رجعتي تسالي تاني وتتكلمي هم كده عرفوا نقطه ضعفك وهي الفلوس، هيبداوا يساوموك ويعملوا كل ألاعيبهم ويغيروا وشوشهم عليكي لحد ما تقعي في الفخ اللي هم عايزينك فيه. طب لو كبرت وفهمت ان ده فخ، مش هيسيبوكي، هيفضلوا وراكي بس باشكال مختلفه، وكل مره يبعتولك مسج مختلفه. مثلا يعني زي ايه؟ هتلاقيهم بعد كام يوم كده بداوا يبعتولك ويقولولك طيب احنا حاولنا نتواصل معاكي علشان نبعتلك الحاجه، بس مثلا انت ما رديتيش. لا ازاي؟ انا موبايلي متاح اهو الرقم، اتصلوا بيا مره تانيه. هتلاقي ان اللي بيتصل بيكي مش المندوب ولا حاجه، اللي بيتصل بيكي صاحب البراند اللي كان مخفي وصعب حد يوصل له. طريقه كلامه سهتانه وناعمه ومش مظبوطه، والحقيقه ان لو انت كنتي انصح وخليتي حد من رجاله البيت يردوا عليه، هيرد عليهم بنفس الطريقه بس هيتكلم اكتر بشكل فورمال، وهيقولك والله احنا بنتكلم بخصوص الشغل عشان ما يمسكش على نفسه اي حاجه غلط. ومجرد ما بيقفل بيخلي تاني البنت ترجع تكلمك، ولو ما لقوش منك فايده خالص بيرجعوا لك بعد يومين تانيين ويقولوا لك شفتي الكوليكشن الجديد اللي نزل عندنا اللي انت ممكن تختاري منه قطع تانية غير اللي انت اخترتيها، اصله اقوى بكتير، وبيبعتولك لينك بصوره. والحقيقه برضو ان لو انت ناصحه وما دخلتيش على اللينك ده وموبايلك بالفعل اتهكر، في خلال دقيقتين 3 طريقه الكلام برضو بتتغير مره تانية واللينك ده بيختفي. في حقيقه الامر انا مش خبيره في حاجه زي كده، بس ده اللي حصل بالفعل قدام عيني. لا معلش انا ناصحه على فكره، ده انا ممكن افضل اساومهم واروح واجي معاهم في الكلام من غير ما اوصلهم لاي حاجه لحد ما اخد الفلوس والجفت. كان غيرك اشطر، ده هم انصح منك 100 مره، هم هيفضلوا وراكي لحد ما يوصلوا للحاجه اللي هم عايزينها. زي ايه مثلا؟ هيجوا بعد يومين 3 تانيين لو انت برضو اللي مش بتتواصلي وبتجري وراهم، وده نادرا ما بيحصل، هتلاقيهم بعتلك مسج كلها بالانجلش. ايه محتوى المسج دي؟ ان هم طالبين موديلز لافلام انيميشن. ايه افلام انيميشن دي؟ عارفين افلام الكرتون؟ عايزين موديلز لافلام كرتون، وممكن يقولوا لك كمان ده احنا تبع ديزني العالميه هم تبعها. طب وايه المشكله؟ طب ما دي شغلانه محترمه وحلوه دي، ايه العيب اللي فيها؟ بصي بقى التك، يعني ايه موديلز انيميشن؟ يعني بمنتهى البساطه ده اللي بيتقالك من البنت او الست اللي بتكلمك اللي بتكون ناعمه جدا وطريقتها محترمه قوي، مش عايزين منك اي حاجه، احنا بس عشان نرسم الكاريكاتيرز او الكاركتر او ندخله على البرنامج عشان نطلع الشخصيه، بنحتاج الحركات بتاعه الجسم، يعني وانتي بتقومي وانتي بتتحركي وانتي بتعملي كده او كده او كده، ودي حاجه ما فيهاش اي حاجه خالص. هي فعلا حاجه ما فيهاش حاجه، بس لازم بتكوني لابسه لبس ضيق جدا 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 مبين معالم الجسم بالظبط عشان نقدر نرسمها. وبعد كده هم اللي بيبعتولك الاوضاع اللي هم عايزينها وطريقه التصوير كمان، يعني عايزين زوم على المنطقه دي، زوم في الحركه دي، وانتوا فاهمين بقى الباقي. بمنتهى الامانه لو الكلام ده حصل مع بنات صغيره في حدود 18-19 سنه، اعتقد ان حتى لو اهليهم عرفوا، البنات دي عمرهم ما هيصدقوا ولا يقتنعوا ان في حاجه مش مظبوطه في الموضوع، ويفتكروا ان اهليهم واقفين قصاد مصلحتهم العليا وقدام ان هم يبقى معاهم فلوس واغنياء. وبصراحه عندهم حق، الموضوع محترم جدا يعني ما فيهوش اي حاجه خالص، وبرده مش هيسيبوك، هيفضلوا يبعتوا لك مسج ورا مسج ورا مسج لحد ما يعرفوا دخلتك منين علشان يبداوا يوصلوا للي هم عاوزينه. نيجي بقى للسؤال المهم، الصور دي بيحصل فيها ايه؟ نيجي بقى للسؤال المهم، هي الصور دي بيحصل فيها ايه؟ يعني ايه المشكله لو اتصورت وانا لابسه لبس رياضي او فستان سواريه شكله حلو ومحتشم ما فيهوش حاجه يعني صعبه وبعتها لهم، او اتصورت للانيميشن ده وكان حاجه سكرت بيني وبينه، مش هيحصل حاجه وابقى استفدت بالفلوس؟ لا، تعالي اقول لك بقى المصيبه. لا معلش استحملوا معايا عشان تعرفوا المصيبه اللي جايه. اول حاجه ان الصور دي بيتم بيعها على مواقع اباحيه، بتتباع بفلوس.
صور حضرتك او الفيديوهات اللي انت بتبعتيها بتترفع على مواقع عالميه اباحيه وجنسيه. عالميه يعني فضحتنا بقت بجلاجل بجد. وبعض الصور او الفيديوهات دي بتتباع باشتراك شهري، او كل صوره وفيديو بيبقى لهم سعر مختلف على حسب بقى المطلوب في الفتره دي، او شكل الجسم طبعا اللي هو ايه؟ الشيب، عشان الكلمه دي اللي بتجيب رجلين البنات وبتتقال بالانجلش، فمحدش بيكون عارف ان هي حاجه مخله ولا اي حاجه. معلش انا باكد قوي على كلمه شيب دي، عشان لما بتتقال البنت بتقول طب ما الموضوع محترم اهو، دول عايزين الشيب، هم مش عايزين يقولها لك بالمعنى المفهوم عشان ما تجريش منهم. الضحيه او البنت صورها بتنزل على المواقع دي باسامي وعناوين معينه، زي مثلا ايه؟ ريل ارابيك جيرل، هيدن كاميرا، او ايا كان. وطبعا من اشهر الحالات هو الابتزاز. فمثلا الضحيه بمجرد ما بتبعت الصور او الفيديوهات بتاعتها بيبدا الطرف الاخر يبتزها، يا اما ان هو هينزل الصور دي على مواقع، او هيبعتها لاهلها، خطيبها، زوجها، ايا كان، ويبدا يطلب منها اكتر، يا اما يطلب صور اكتر، مواضع تصوير مخله اكتر، او يطلب منها حتى فلوس، ابتزاز مادي. في حاجة تالتة بقى اسمها التجارة في الباكج، بمعنى ان هم بيجمعوا صورة كذا ولد وبنت في فايل واحد مع بعض، وده بيبقى باكج واحدة، وبتتبعت في جروبات سرية على التليجرام او ريدت او ديسكورد. والاسعار بتبدا من $10 ل $100. يعني تخيلي صورتك كده وانت قاعده في البيت بتتباع عالميا ب $100. ده ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ او ان هم يستخدموا الصور بتاعتك دي في حاجه اسمها الديب فاكت. لا معلش، يعني ايه الديب فاكت دي؟ يعني صور حضرتك بتدخل على الذكاء الاصطناعي وتتركب على مشاهد اباحيه كامله ومشاهد حقيقيه 100%، وبعد كده طبعا الفيديوهات دي بتتباع او بيتم تهديد بيها الضحيه زي ما قلنا قبل. في 2022 في المغرب بالفعل تم القبض على شبكه دعاره كبيره جدا بتستخدم صور لموديلز عرب من الانستجرام، وبتبيع صورهم المعدله دي لمواقع اجنبيه بملايين الدولارات. واكيد سمعنا من كام سنه على البنت اللي عندها 16 سنه اللي انتحرت في مصر عشان كان في حد بيهددها فعلا بالصور اللي بعتتها له، بس هنا كانت الحاله مختلفه، هي كانت بتحبه فاكره ان هو امين عليها. طب معلش، هو ليه الموضوع كبير قوي كده؟ ما هو برضو هو بيتباع عالميا او في جروبات سريه، يعني مش كل الناس بتشوفها. لا تعالى اقول لك ايه خطوره ده. اولا انت مالكش حق ان انت تديليت، ان انت تمسح الصوره دي. يعني المواقع الاباحيه العالميه دي لما بيوصل لها الصوره بتاعت حضرتك ويبداوا يروجوها، انت مالكش الحق ان انت تمسحها. وحتى لو خاطبتهم نادرا جدا ما بيستجيبوا ويمسحوا الصور دي. طب حتى لو مسحوها يا سيدي، شوف كم واحد اشتراها او كم واحد تداولها، بقت موجوده على موبايل كم مليون واحد في الوطن العربي على الاقل. الحقيقه ان مش موضوع المودلز ده بس اللي بيتم استدراج البنات بسببه فقط، لا، هتلاقي اعلانات كتير قوي بتستدرج البنات، منهم ازاي تكوني ممثله، او لو عايزه تكوني مذيعه، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. والدعاره دلوقتي ما بقتش بشكلها المتعارف، دي ممكن تكون صوره، ممكن تكون فيديو، ممكن ستوري، او حتى مسج. كل دول اشكال من اشكال الدعاره. عندك كمان الاعلان الوهمي الكبير لو عايزه تبقي مذيعه. لو عايزه تبقي مذيعه، ده الحقيقه ده فخ انا شخصيا وقعت فيه. كنت وانا لسه في الكليه اتعرض عليا ان انا اكون مذيعه، بس مش في التلفزيون، عن طريق ابلكيشن. الابلكيشن ده اللي بيحصل فيه ان انت بتطلعي لايف ساعه او ساعتين في اليوم، هم بيحددوا لك عدد الساعات في الاسبوع اللي تطلعيها، وفي مقابل ده بتاخدي مرتب شهري غير الهدايا اللي بتجيلك. طيب ما الموضوع محترم اهو. الحقيقه ان انا ساعتها رحت وقلت لزوجي وقلت له ايه المشكله ده، انا هبقى مذيعه. فساعتها قال لي لا طبعا الموضوع ده مش مظبوط. بمنتهى الامانه انا شفت ده بعيني، لقيت واحده صديقه ليا قاعده فاتحه اللايف وقاعده بتتكلم وبتاع، وبعدين لقيت واحد بدا يطلب منها طلبات غريبه. زي ايه مثلا؟ عايز يشوف شكل ضوافرها. هو يبدو الموضوع تافه يعني، بس معلش امشوا معايا للاخر. فبدات تصور له ضوافرها، لا معلش اعملي لي ايدك بشكل معين، اعملي لي رجلك بشكل معين، وهكذا. فانا كنت قاعده جنبها قلت لها على فكره اللي بيحصل ده مش مظبوط. قالت لي استني انا وراه لحد بس ما يبعت لي الهديه، وبعد كده هعمل له بلوك ومش عايزه اعرفه تاني. الحقيقه ان اللي انا بكلمكم عنها دي كانت سيده كبيره في السن، وكانت متجوزه وتعرف كويس قوي ازاي تحافظ على نفسها، مع ان اللي احنا بنقوله ده ما فيهوش اي نوع من انواع الحفاظ على النفس، بس بتعرف تروج اللي قدامها. لكن لو بنت صغيره واتطلب منها طلبات اكتر في مقابل هديه بدولارز كتير، اكيد هي هتعملها من غير ما تفكر. فالحقيقه ان دي برضو شكل من اشكال الدعاره اللي بتتقال بس بطريقه شيك.
ياما بنات ياما 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 وسيدات كبيره كمان برضه تعرضوا للابتزاز بحجه التمثيل. مخرج يقول لهم ابعتوا لي شكل جسمكم او انتوا بتتحركوا او انتوا بتعملوا عشان نشوف هتنفعوا في الكاستنج او لا. الاكتر من كده ان في احيانا كتير مخرجين وبيكون ليهم اعمال بيطلبوا من البنت ان هي تتنازل شويه عشان توصل، ما فيهاش حاجه. تتنازلي ازاي؟ ان انت تكوني على علاقه بشخص اخر عشان يوصلك، وبيسترشد على اللي هو بيقوله ده بنجمات وممثلين معروفين جدا، يقول لك دي فلانه كانت ماشيه مع فلان وفلان كانت ماشيه مع فلان. ايه المشكله؟ هم ما وصلوش الا لما عملوا كده. فكره مش شرط خالص تكوني مش متجوزه، بالعكس ده انت لو قلتي له انا متجوزه هيقول لك ايه المشكله؟ ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فتحي دماغك معايا عشان توصلي. الحقيقه اللي انا بقوله ده مش مجرد خيالات او كلام عشان اجيب بيه ريتش او نعمل مشاهدات، اللي انا بقوله ده حقيقه موجوده، وانا عارفه ان بنات كتير بتتفرج عليا هتكون عدت بالمواقف دي كلها. كتير جدا مننا بيكون فاكر ان هو في المنطقه الامنه، اللي هو مثلا انا راجل فانا اكيد عمري ما هتعرض لحاجه زي كده، او انا سيده سني كبير، او حتى شكل جسمي ما هواش احلى حاجه ولا انا موديل، فاكيد عمر ما هيتعرض عليا حاجه زي كده. بس خليني افاجئك واقول لك ان لكل شكل جسم ولكل سن الزبون بتاعه اللي بيدفع. نسبه كبيره جدا جدا من الدعاره بتكون للرجاله. الرجاله بيطلب منك برضو صور ليك، سواء كان جسمك رياضي او حتى بكرش، على فكره ملهاش علاقه، بيطلبوها منك زي البنات بالظبط في مواضع معينه، وبتنزل برضو على المواقع زي ما قلنا وفي جروبات سريه وكل اللي احنا قلناه. طب معلش، هو ليه الدعاره الخاصه بالرجاله مش معروفه قوي؟ لان الحقيقه لما راجل بيتعرض لهذا النوع من الابتزاز مستحيل ان هو يبلغ، او نسبه قليله قوي منهم اللي بيتكلم او بيفضح هذه المنظمات. نسبه كبيره منهم بياخدوا الموضوع اكتر على كرامتهم وما ينفعش هم يقولوا. نسبة تانية بيتعرضوا للابتزاز اكتر فما بيتكلموش، وفي ناس تانية بتستسلم للموضوع وتقول خلاص طالما احنا دخلنا في الدايرة دي ايه المشكلة لما اكمل. ده بيخلي الاعداد الحقيقية اكتر بكتير قوي من المعلن عنها، خصوصا في الرجال. مع ان وفقا للاحصائيات ان 21% من ضحايا الاستغلال الجنسي بيكونوا رجالة، رقم كبير برضو مش صغير على فكره. والحقيقه ان الرجاله بيتم استدراجهم يا اما عن طريق رجاله زيهم او عن طريق سيدات، وده بيحصل برضو عن طريق منصات معينه زي التليجرام زي ما قلنا، انستجرام، او مواقع وهميه للشغل. وبيتم طبعا استخدام الصور دي وبيعها، ممكن بقى المره دي للسيدات او في دعاره المثليين، ودي دعاره كبيره بقى قوي ومعروفه على مستوى العالم. الدعاره المثليه دي في بعض الدول بتكون تحت غطاء او ستار معين، زي مثلا ان هم نوادي او مكان مخصص للمساج، او مثلا ان هم طالبين بلوجرز، او عايزين شباب للشغل. خليني احكي لكم بقى حكايه حقيقيه لشاب كان في العشرينات، وده كان في دوله عربيه. جاله عرض من شركه ازياء رجالي عالميه جدا ان هم عايزينه كموديل بس لتصوير ملابس رياضيه، بس مش عايزين حاجه تانية. وبعد اول جلسه تصوير بداوا يطلبوا منه ان هو يصور ملابس داخليه، في مقابل ان هم هيضاعفوا السالري بتاعه مرتين 3. وللاسف بداوا يصوروه من غير ما يعرف، وبداوا يهددوه ان هو لو ما كملش معاهم ان هم هيبعتوا الصور دي لاهله او هينشروها على السوشيال ميديا. الشاب ده فضل 6 شهور في الدايره دي وفي صراع دائم معاهم لحد ما وصل لقمه الانهيار النفسي. بس هو كان ذكي شويه وقدر ان هو يبلغ وياخد حقه منهم بالقانون. وزي ما قلت لك ناس كتير جدا بتكون فاكره ان هي في المنطقه الامنه، ان هي سنها كبير او جسمها مش مطلوب. خليني اقول لك ان انت اكيد خدت بالك الفتره اللي فاتت دي ان بقى في اعلانات لسكرتاريه لسيدات فوق ال 45 سنه، والحقيقه ان الست لما بتتواصل مع الاكونت بتلاقي ان الشغل في حاجه مش مظبوطه وبيطلب منهم طلبات غريبه. معنى كده ان السن ده كمان مطلوب. وازيدك بقى من الشعر بيت ان احيانا السن الغير طبيعي او شكل الجسم اللي مش منمق ده بيكون سعرهم اغلى، لان زبونهم بيكون محدود وبيكون بيدفع اكتر. حاجه كمان 3/4 اللي شغالين في مثل هذه المنظمات او في الدعاره الالكترونيه بيكونوا ما يعرفوش. بقى اقول لك ايه اكتر المواقع اللي بيتم فيها الدعاره الالكترونيه. اول موقع واكثرهم هو التليجرام، بس اكتشفت ان التليجرام ده يعتبر منظمه سريه كبيره جدا لكل انواع واشكال الحاجات المنافيه للاداب. فبيبقى في جروبات سريه جدا بيتباع فيها محتوى اباحي، في كمان قنوات بيتم فيها عرض بنات حقيقيه للبيع، واحيانا كتير جدا بيكون من غير علم البنات دي. في ناس بتعمل عروض خاصه جدا مقابل حوالات ماليه، يا اما عن طريق فودافون كاش او بيبال. سناب شات
يعتبر موقع مروج جدا 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 لهذه الفكره، وده اكتر بيستخدم في دول الخليج اكتر منه في مصر. اونلي فانز دي منصه ابتدت اصلا لدعم الفنانين والفنانات، وفجاه تحولت منصه لبيع المحتوى الجنسي. بيدخل ناس كتير جدا بيدخلوا على هذه المنصه سواء شباب او بنات، وبيبيعوا صورهم مقابل اشتراك شهري او مرتب شهري او سنوي. دي كلها ابلكيشنز للتعارف، وبيتم استخدامها من شبكات دعاره حقيقيه. وبعض الدول بيدخل سمسار يعمل اكونت فيك ويبدا ان هو يروج للبنت دي او للاكونت ده، وهو اللي بيتواصل بنفسه مع العملاء. في بقى ابلكيشن زي بينجو وتانجو، واكيد انتوا سمعتوا عنهم. دول بقى بيتم عمل فيهم لايف كامل، ويبدا فيها البنت او الولد يعملوا استعراضات قدام الكاميرا مقابل هدايا افتراضيه زي اللي على التيك توك كده. وبعض البنات بيتم استدراجهم عن طريق هذه الابلكيشنز علشان يستغلوهم بعد كده في الاعمال المنافيه للاداء. في تقرير للامم المتحده اتعمل سنه 2003 بيقول ان 60% من الضحايا اللي بيتم تداول صورهم او فيديوهاتهم على المواقع الاباحيه هم في حقيقه الامر ما يعرفوش اي حاجه عن الموضوع ده، او نقولها بشكل منمق اكتر، الناس اللي بتشتغل في الدعاره الرقميه. وتقرير الانتربول الدولي بيقول ان الابتزاز الالكتروني زاد بنسبه 295% اخر 3 سنين. في مصر تحديدا لو احنا هنتكلم عن مصر، تم ضبط اكتر من 150 شبكه بتمارس النوع ده من الدعاره بشكل مخفي اونلاين، وفي منصات كامله قائمة على الدعارة وان هي تبيع جسم الانسان سواء عن طريق صور او فيديوهات اونلاين. يعني تخيل ان بنتك او مراتك ممكن تكون بتشتغل لصالح براند او بتتصور عشان براند، وتكون صورها الناحية التانية بتتباع على التليجرام بالدولار. في مصر ولبنان وتونس والمغرب تم ضبط شبكات بتستخدم الشباب تحديدا تحت سن 25 سنة في اعمال منافية للاداب او في الدعارة الالكترونية. الحقيقة ان كل اللي انا حكيته النهاردة ده نسبة كبيرة منه أنا شفته بشكل شخصي.